أهلا بيك في كوتش جافلتر مع كليو بودكاست اللي مش بس بنتكلم فيه، إحنا كمان بنحس هنا. الكلام الصريح بيقابل شوية سيكولوجيا على خفيف، وهنا من أسئلة صغيرة بتطلع حكايات كبيرة وحقائق أعمق ما كنت تتخيل. النهاردة مش حلقة عادية، النهاردة الموضوع شخصي، أعمق، أصدق، أوحش وجع، وأقرب لحقيقة. النهاردة هنتكلم عن حاجة مفيش جوجل يقولك تعمل فيها إيه، ولا كتاب هيشرحلك تمشيها إزاي. النهاردة عن الطريق الطويل اللي ساعات كتير بنمشيه لوحدنا عشان نلاقي نفسنا، عن اللحظة اللي تقول فيها كفاية تمثيل، كفاية أدوار مش لايقة عليا، عن الشجاعة إنك تبقى أنت. النهاردة هاخدك معايا في حكايتي، مش علشان هي مختلفة، بس علشان ممكن تكون حكايتك انت كمان. في الأول كانت بس فكرة، كنت عايزة أبدأ قناة يوتيوب خفيفة مضحكة، فيها شوية هزار، شوية برامج تافهة، شوية أسئلة عن الحب والخيانة، شوية حكايات اجتماعية كده، وطبعاً رشة سيكولوجيا من بتاعة المطبخ. كنت عايزة أقول بصوت عالي اللي ناس كتير بتفكر فيه بصوت واطي، بس الحياة كان ليها رأي تاني. علمتني لو عايز تفهم فعلا لازم تحس، لازم تعيش، مش بس تتكلم. وفجأة لا في كاميرا ولا في سكريبت، بس أنا وسؤال واحد: أنا مين لما محدش بيشوفني؟ النهاردة هحكي لك عن الرحلة دي، عن إحساس إنك أوفر، حساسة زيادة، بتتأثر بسرعة، مش دايما مفهومة، عن تشخيصات بتحسها لزقة على روحك بس ما بتحلش حاجة، عن توقعات تقيلة أكتر من أي شنطة على ظهرك، عن كلام الناس اللي حاول يحطلي عنوان بس عمره ما كان فعلا عني. عارف، كل المسميات دي، كل التعريفات والكلام الكبير ده، دي مجرد كلمات، والكلمات من غير معنى ما تفرقش. اللي بيفرق هو القصص، هو اللي بنعمله، هو الشقوق اللي النور بيخرج منها. ويمكن النهاردة هو اللحظة اللي تسأل فيها نفسك، يعني إيه أكون أنا؟ يعني إيه أسيب كل حاجة وأقابل نفسي لأول مرة؟ اللي هتسمعه دلوقتي مش كتالوج، ولا قصة بطل، ولا نهاية سعيدة، ولا 5 خطوات تلاقي فيهم نفسك. اللي هتسمعه صوت كان ساكت كتير، صوتي، ويمكن صوتك كمان. خد نفس، سيب القهوة على جنب واسمعني. أهلا بيك في كوتش جافلتر مع كليو، لما الكفاية ما بقتش كفاية. الحلقة دي لكل واحدة فاكرة إنها لازم تبقى كاملة علشان الناس تسمعها، لكل حد حاسس إن الحب جاي بعد الأداء، بعد الإنجاز، والكل اللي سألوا نفسهم يوماً: هو أنا كده كفاية؟ من غير ما أغير نفسي. زمان كنت مقتنعة بحاجة واحدة: اللي يستحق الحب هو اللي بيكون مثالي، اللي يفضل موجود هو اللي بيبرق، اللي يمشي بأمان هو اللي بيشتغل كويس. الكمال كان درع من السيطرة، واجهة بتلمع من بره بس من جوه كان في برد، فراغ وسكون. كنت مثالية في كل دور تفرض عليا: بنت، أخت، حد يسمع الناس، صديقة، موظفة، زوجة، وأكتر حاجة أم. لأن الأمومة كانت بالنسبة لي أعلى امتحان، وأكتر مكان بخاف أفشل فيه. وفي نفس الوقت كنت شاطرة قوي في إني أهرب، أسكت، أضحك على الحزن، وأمثل إني ماشية مع الموجة. بس الكمال مش بيت، هو سجني، حيطان بيضة ما فيهاش مكان لبني آدم حقيقي، لا شك ولا ضعف ولا إحساس من القلب. أنا كنت بشتغل زي ما الناس عايزاني، كنت قوية، متحملة، منظمة، منضبطة، كنت أكتر بكتير من اللي حد كان يتخيلني أكونه. وبرغم كل ده كنت حاسة جوايا إني مش كاملة، تعبانة، لوحدي، ضايعة ما بين اللي المفروض أكونه واللي فعلا أنا عليه. كان في هاوية فضلت أملاها سنين بابتسامة،
بحس بالواجب، بقى أنا هقدر. بس بدأت التصدعات وكل شرخ كان بيكسر مني حتة. السيطرة خرجت من إيدي، مش فجأة لكن شوية شوية، بنقطة ورا نقطة، في صمت، لحد ما جه يوم وفهمت أنا مش الصورة اللي كنت متمسكة بيها سنين، ولا الدور ولا اللقب ولا التسميات. وساعتها عملت أكبر غلطة في حياتي، غلطة لسه مش عارفة إذا كنت أقدر أتكلم عنها ولا لا، يمكن بكرة، يمكن أبداً. بس الغلطة دي غيرتني، هزمتك، سابت أثر، خلتني أشوف واحدة مش عارفاها. ويمكن كانت دي بداية الحكاية، لأني دلوقتي عارفة الكمال مش هدف، هو وهم. الجمال الحقيقي في العيوب، في الندوب، في التناقض، في الجرأة إنك تبطلي تردي الكل. في اليابان في كلمة اسمها وابي صابي، يعني جمال النقص، الفقد والصدق. وده أنا النهاردة مش كاملة بس حقيقية. ما كنتش البنت المثالية، ولا الأخت اللي الكل بيتمناها، ولا الطالبة الشاطرة، ولا الست اللي ماشية على السطر، ولا الأم اللي عمرها ما شكت، وأكيد ولا المدرسة اللي ملهاش غلطة. بس أنا بكسوري، بشكوكي، بحكايات محفورة في جلدي اللي مش دايما تبان بس تحسها لما تسمعني. أنا لسه بشك ساعات بس حرة أكتر، مش دايما قوية بس واقفة على رجلي، مش كاملة بس كاملة بسبب غلطي مش رغما عنه. الكتاب ده، البودكاست ده، الرحلة دي مش قصة بطلة ولا نصايح ولا اعملي كده وتبقي تمام. هي فسيفساء دفتر يوميات من كسر، شهادة على اللي كسرني واللي كمان رباني. أنا ست عندي تاريخ هجرة، بنت شالت مسؤولية بدري، أخت شافت حدود ما اتقالتش، أم بتحب أكتر بكتير من اللي كانت بتحبه لنفسها. بس قبل أي حاجة أنا كليو، كنت كذا واحدة، لبست كذا دور، بعضهم بإرادتي وكتير لأ. بس النهاردة أنا لابسة دور واحد بس، أنا. ولو لقيت نفسك في الكلام ده، في التعب، في الحيرة، في الاشتياق، فاعرف أنت مش لوحدك. ويمكن ده يكفي دلوقتي. لما التربية توجع، كنت عندي 5 سنين، في سن المفروض نلعب فيه، نقع، نضحك، سن ما يعرفش حتى ينطق كلمة مسؤولية. بس أنا وقتها كنت فاهمة يعني إيه واجب. اليوم ده كان عادي جدا، بس كل حاجة اتغيرت. ماما كانت طالعة تروح للكوافير عشان خطوبة خالي، البيت كان مليان أصوات، ريحة الطبيخ، تحضيرات سريعة كده بين العادي والمهم. قبل ما تمشي بصت لي وقالت لي خلي بالك من الشوربة، لو غليت اقفلي البوتاجاز. أنا كنت عندي 5 سنين. وقالت لي كمان خلي بالك من أخوكي الصغير، يعني ألعب وأراعي وأعمل الصح. كل ده وأنا طفلة. وفجأة الباب خبط، قرايبي، بنات عمي كانوا واقفين، قالوا لي ينفع ناخد السشوار بتاعكم؟ قلت طبعا. جبت السشوار وديته لهم، وما كنتش عارفة إن اللحظة دي هتفضل محفورة في جلدي. حسيت بيه قبل ما أشوفه. بابا كان لسه صاحي. اليوم بالنسبة له كان دوشة زيادة وكتير عليه، وأنا كنت المتنفس. ما قالش ولا كلمة، بس سمعت خطواته رايحة على المطبخ، صوت معلقة معدن بتقلب في الشوربة، وبعدين خطوات بطيئة ثقيلة ماشية في اتجاهي. وفجأة وجع. ظهر المعلقة الكبيرة كانت لسه سخنة مولعة. نزلت على رجلي من غير كلام، من غير إنذار، بس قال جملة واحدة: عشان ما تعمليش كده تاني. صرخت بس مش بصوت عالي ولا حتى على قد الوجع. كنت عندي 5 سنين واتعلمت وقتها المسؤولية توجع، الغلط يوجع،
والحب ممكن يولع. الندبة دي لسه عندي، مش بس على الجلد، على القلب، محفورة جوايا زي ختم، زي طابع ذنب. انتي غلطانة، كنتي مهملة، الذنب ذنبك. وصدقته لأن محدش حضني، محدش قال انتي طفلة والمفروض تغلطي، محدش همس وقال ده مش ذنبك. عيطت بس بهدوء، لأن البكا بصوت عالي يعني غلط أكتر. اتعلمت بسرعة السكوت أمان. النهاردة بعد سنين جلدي لسه بيخاف من السخونة، البخار بيخضني، المعالق المعدن بتوترني، ولو حد قال خلي بالك سخن قلبي بينط. مش باين بس جوايا في رعشة. الجرح اللي على رجلي بطل يوجع، بس اللي جواه لسه عايش، مش نار بس جمر. في ناس تقول دي كانت تربية شديدة، وفي اللي يقول كله كده زمان، وفي اللي يبرر هو بس كان خايف عليكي. بس أنا بقولك ده كان عنف، مش علشان يضربني، بس علشان أسمع الكلام. التربية اللي بتخوف مش حب، هي تحكم لابس وش الاهتمام. أنا كنت عندي 5 سنين، وكل اللي كنت محتاجاه حد يشوفني، بس اللي خدته سكوت، عقاب وخجل. عارفة إيه أكتر حاجة وجعتني؟ مش النار ولا اللحظة، إنما اللي بعدها، السكوت. محدش سأل رجلك عاملة إزاي، قلبك لسه بيوجع. المعلقة دي ما حرقتش بس جلدي، علمتني إن حدودي مش مهمة، وإن الوجع عادي طالما بيقولوا عليه تربية. وده هو السم الحقيقي. الموسيقى تتحول دافية فيها أمل. دلوقتي ساعات ألمس الندبة دي، مش بكره ولا ندم، بس علشان أقول لنفسي أنا نجيت، ومفيش حد ولا حد ليه الحق يحرق جسمي أو كرامتي، لا بمعدن ولا بكلمة ولا بنظرة تقلل مني. كنت عندي 5 سنين، بس أنا مش منسية ومش مكسورة، مش تاني. ولو انتي كمان مريتي بحاجة زمان لسه مأثرة عليكي، مش باينة بس موجودة، فأنا عايزة أقولك انتي مش غلطانة، ولا كنتي يوم غلطانة. ويمكن النهاردة هو أول خطوة في شفاكي. أنا نديت على نفسي باسمي. الاسم مش بس كلمة، الاسم حكاية، أصل، انتماء، صوت بنسمع فيه نفسنا أو بنضيع. النهاردة هحكي لك عن اسمي القديم والجديد، عن اللحظة اللي قررت أسيبه، وعن الشجاعة إني أسمي نفسي من تاني. تحسها سهلة صح؟ أنا غيرت اسمي، جملة كأنها ورقة رسمية باردة عادية، بس وراها كان في حرب ساكتة طويلة جوايا، صراع بين الواجب والحرية، بين اللي اتفرض عليا واللي أنا كان لازم أخده بإيدي. ما صحيتش في يوم وقلت أنا عايزة أبقى حد تاني، لأ، كان إحساس بيزيد شوية بشوية، عدم راحة مش مفهوم، زي لبس ضيق مش ليا، كأنك لابسة فستان مش مفصل ليكي. اسمي القديم ما كانش وحش، ما كانش غلط، بس ما كنش أنا. كان زي لقب ادوهولي من غير ما يسألوني انتي عايزاه. كان مكتوب في الشهادات، في الورق الرسمي، في كل حاجة بتقول من أكون، بس ولا مرة حد ناداني بيه بحب ولا بألفة ولا بصوت بيقول أنا شايفك. كان اسمه مش وطن لبسته زي جاكيت ما يدفيش، اسم من غير جذور ولا نور. كان بيرجعني لأدوار ما اخترتهاش، البنت الهادية اللي دايما تسمع الكلام، اللي دايما تحاول توصل بين عالمين. كنت تعبانة كل مرة أسمع اسمي وما حسش إني موجودة، لحد ما جه اليوم اللي قلت فيه لنفسي كفاية، مش علشان عناد ولا غضب، بس علشان حب لنفسي.
لحظة التوقيع على الورقة ما كانتش انتصار عالي، كانت رعشة جوايا وداعة. الحكاية أثرت فيا بس ما عادتش شايلاني. كنت فاكرة إني هعيط بس ما عيطتش، مش وقتها. بعدها لوحدي بصمت. الوداع بيوجع حتى لو ضروري. ردود الفعل استغراب، سخرية، سكوت. يعني إيه هستفيدي؟ ما أنتي لسه نفس الشخص. لا، أنا مش نفس الشخص لأني أصلاً ما كنتش أنا. كنت مضبوطة على مزاجهم، كويسة، شغالة كويس. بس دلوقتي أنا كليو. كليو مش اسم فني ولا محاولة أكون حد تاني. كليو هو أول جملة اخترتها بإيدي. أنا موجودة. كليو يعني وضوح، يعني حافة، مفيش فلتر، بس في صدق. اسم زي شباك فتحته بإيدي، ريحة حرة بتطير شعري في وشي، ومعاها دموع، مش من حزن بس من ذكرى. في ثقافتي الأصلية الاسم معناه شرف، عيلة، مسؤولية. بس في التفكير الغربي الاسم ممكن يكون تعبير عن النفس، ممكن يتغير زي ما إحنا بنتغير. وأنا كنت في النص، مقسومة، مترددة. وبعدين قررت دلوقتي لما بقول اسمي بصوت أخيرا ليا، مش علشان أهرب بس علشان أكون مع نفسي. كليو هو أول قلتها لنفسي. اسم مش مثالي بس صادق. أنا مش ضد أصلي ولا ضد أهلي ولا ضد الماضي. أنا بس أخيرا معايا، وده أشجع خطوة مشيتها في حياتي. ولو أنت كمان حاسس إن اسمك مش بيتك فاسمعني. أنت ينفع تختاري نفسك، ينفع تعيدي تسمية نفسك، ينفع تكوني صدى لنفسك. اسمك مش وعد للعالم، اسمك وعد لنفسك. ما بين الحجاب والشورت كنت عايزة الاتنين. أنا اتربيت ما بين عالمين، مش كتشبيه، لأ بجد. ما بين أخبار بالعربي في أوضة الصالون وريحة لبن المدرسة في ممرات النمسا. ما بين الحجاب والهوت شورت، ما بين الحلال والحرام، ما بين الكسوف والاشتياق. أنا كنت بنت عربية الكبيرة اللي المفروض تفهم كل حاجة قبل ما حتى تسأل. ما كنتش بس طفلة، كنت رمز للشرف، للأدب، لفخر العيلة. غلطة صغيرة مني ما كانتش غلطة وبس، كانت عار بيغطي العيلة كلها. محدش قال كده بصوت عالي بس كان موجود، زي طرحة مش ملفوفة على راسي، ملفوفة على قلبي، ساكتة، شادة، ومتوقعة مني كل حاجة. كان لازم أكون الجسر بين الثقافات، بين التوقعات وبين نفسي والحياة اللي كنت عايزاها. في المدرسة اتعلمت أدوات التعريف، وفي البيت اتعلمت إزاي أمشي عدل. برا كنت بضحك، جوا كنت بسمع الكلام، كنت مؤدبة، ساكتة وماشية على الخط. بس جوايا كان في صوت صغير بيهمس، أكيد في أكتر من كده. فاكرة صيف سنة 2004 كان عندي 16، أهلي في الحج والبيت ساكت، وفي السكون ده حاجة جوايا اتكلمت بصوت عالي. رحت استوديو وخليت واحد يخرم لي مناخيري، خرمة صغيرة جدا بس بالنسبة لي كان زلزال. ما كانش ضد الدين، كان لمسة خفيفة من القوة، نقطة فضة على مناخيري، لكن مكانها الحقيقي كان جوايا. أنا اللي بقرر. بعدها ب3 سنين، دبلن 2007، كنت لوحدي، حرة أو شبه حرة. خرمت شفايفي، المرادي باين، المرادي فخور، نقطة بتلمع في وشي وبتقول أنا هنا. وأنا في الأتوبيس كنت حاسة
إني لسه معدية على خط كان رسم لي حياتي كلها. ما كانش الموضوع عن شوية معدن، كان عن السيطرة، عن حقي إني أرسم جسمي بإيدي، أختار شكلي، أحفر حكايتي على جلدي. ما كنتش متمردة، كنت تعبانة من إن الناس دايماً عايزاني أبقى كويسة، عايزاني قدوة، وأنا أصلاً مش عارفة أنا مين. بدأت أسأل إمتى أكون متدينة، إمتى أكون مطيعة، وإمتى أكون أنا. كنت عايزة أصدق وأفكر، أنتمي وأكون حرة، أقرب وأتنفس. بس في العالم اللي أنا منه القرارات مش بنخدها لوحدنا، خصوصاً البنات. ما كنتش ضد ثقافتي ولا ضد ديني ولا ضد أهلي، كنت بس عايزة أبدأ مع نفسي. النهاردة فاهمة تمردي ما كانش حرب، كان صرخة ينفع نداء للرحمة. أنا ما بقيتش أقل إيمان، أنا بقيت أصدق أكتر. ما بقيتش أقل بنت، أنا بقيت أم وعارفة قوي يعني إيه تحب من غير ما تمسك. أصلي بقيت لابسة زي فستان مفصل على جسمي بخياطته وبشقوقه. وفي مكان كده ما بين نعناع سايب في كوباية شاي ومعجنات المدرسة، ما بين سكوت مؤلم وحلق في الشفايف، ما بين سجادة صلاة وبوب ميوزك، هناك لقيت نفسي. لو أنت بين عالمين، ما بين قوانين وأحلام، فأنا جاية أقولك مش لازم تختار، ينفع تكون الاتنين، وينفع تحب نفسك حتى لو عمرك ما كنت حاجة واحدة بس. كوتش جيف ليوستر مش بس بودكاست، هو مساحة تسمع فيها نفسك. يمكن حلقة النهاردة لمستك، يمكن كلمة أو جملة أو حتى لحظة سكوت خلتك تفكر. أنا مبسوطة إنك كنت معايا، وشكرا من قلبي إنك سمعت. لو في حاجة تحركت جواك، لو حبيت تشاركني إحساسك، ابعتلي رسالة أو اكتبلي تعليق، أو بس احكي لنفسك. يا ترى إيه الرفض اللي جواك مستني تقوله نعم لنفسك؟ ولو الحلقة دي تنفع حد بتحبه، ابعتها له، خلي الكلمة توصل. نشوف بعض قريب في حلقة جديدة من كوتش جيف ليوستر مع كليو.